موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب محتوى الزيارة بحد ذاتها، بل بسبب السلوكيات الفوضوية وغير اللائقة التي رافقت هذا الاستقبال، والتي اعتبرها كثيرون بهدلة أساءت لصورة المجتمع الجزائري أكثر مما عكست كرم الضيافة المعروف عنه. بين الحماس والفوضى، لا يمكن إنكار أن سيبييد يتمتع بشعبية جارفة لدى فئة واسعة من الشباب، وأن الحماس لرؤيته عن قرب أمر مفهوم، غير أن هذا الحماس تحول في مشاهد كثيرة إلى تدافع، صراخ، سب، وملاحقة هستيرية دون أدنى احترام للمكان العام أو لقواعد السلوك الحضاري. بدت الشوارع وكأنها فقدت السيطرة، وغاب أي وعي بأن ما يوثق بالكاميرا ينقل مباشرة إلى ملايين المتابعين حول العالم. صورة مشوهة عن المجتمع. المشكلة الحقيقية لا تكمن في استقبال يوتيوبر أجنبي، بل في الرسائل غير المقصودة التي وصلت إلى الخارج. شباب يركضون بلا تنظيم، تصرفات طفولية، ألفاظ غير لائقة، ومحاولات لافتعال محتوى مضحك بأي ثمن. هذه الصور لا تمثل الجزائر بتاريخها ولا بثقافتها ولا بأغلبية شعبها، لكنها للأسف أصبحت المادة المتداولة عالميا. مسؤولية جماعية غائبة. ما حدث يعكس غيابا واضحا لثقافة التعامل مع المشاهير، وخللا في فهم معنى التمثيل غير الرسمي للبلد أمام العالم. فكل شخص ظهر في تلك المقاطع لم يكن يمثل نفسه فقط، بل شاء أم أبى قدم نموذجا عن المجتمع الذي ينتمي إليه. كما يطرح الأمر تساؤلات حول دور التوعية والمدرسة والإعلام وحتى صانع المحتوى المحليين في ترسيخ سلوك حضاري في مثل هذه المواقف. ليس رفضا للضيف بل نقد للتصرف. من المهم التأكيد أن هذا النقد لا يستهدف سيبييد كشخص، ولا يرفض فكرة الترحيب بالضيوف الأجانب، بل يوجه أصابع الاتهام إلى طريقة الاستقبال التي اتسمت بالفوضى وغياب التنظيم والوعي. كان بالإمكان تحويل الزيارة إلى فرصة إيجابية للتعريف بالثقافة الجزائرية، بالمطبخ، بالموسيقى، وبالوجه الحضاري للبلد، بدل تحويلها إلى مادة للسخرية والتنمر. إن ما حدث يجب أن يكون درسا لا فضيحة عابرة. فالعالم اليوم لا يحتاج إلى سفارات ليكون صورة عن بلد ما، كاميرا هاتف وبث مباشر كفيلان بذلك. والجزائر بتاريخها وشعبها تستحق أن تعرف بصورة أفضل من تلك التي ظهرت في استقبال يوتيوبر، مهما بلغت شهرته.